مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكحك زي ما انتم شايفين، شكله جميل وكمان طعمه احلى. عملنا الفيديو اللي فات كان الكحك بالسمنة الباردة. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى بالسمنة المقدوحة طريقة تانية زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا جدا. بس يلا كده قبل ما ندخل الفيديو، اللي ما عملش لايك يعمل لي لايك وما تنسوش اللايك يا حبايبي. وبشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، ربنا يخليكم ليا يا رب. ويلا نقول بسم الله نشوف مقاديرنا ايه. مقاديرنا ان شاء الله بسيطة والطريقة هتكون سهلة جدا. اول حاجة معايا هنا كيلو سمنة كده، حطيته على النار علشان يقدح. ويلا بينا نشوف الدقيق. انا هنا معايا 2 كيلو من الدقيق يكون منخول. بعد كده هحط معلقة بهارات كحك تكون صغيرة على ال2 كيلو، هيكون حلو جدا. وبعد كده هنزل بنص معلقة من المحلب، برضو بنجيبه كده نحمصه ونطحنه. وحطيت رشة الملح، هقلب بقى كل المواد الجافة كده مع بعض. طبعا ما ننساش بقى ريحة الكحك، الريحة اللي تحبي تضيفيها على الكحك هاتيها وضيفيها. انا هنا معايا كده نص كوباية من السمسم، والسمسم هنا انا محمصتهوش لاني احنا كده كده هننزل بالسمنه وهي مقدوحه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بتدي طعم جميل جدا جدا للكحك. بصوا كده ما شاء الله الفوران دوت. هنا بقى في المرحله دي السمسم بتاعنا اتحمص من السمنه. انا عايزه اقول لكم ان الخطوه دي صعبه جدا جدا. انا كنت مقعده والله مالك جنبي على الرخامه، بس اول ما بدأت ان انا اجيب السمنة واحط كده على الدقيق، خليتهم كلهم طلعوا كده من المطبخ. طبعا انتوا عارفين المرحلة دي بتبقى صعبة جدا، مش عايزة يكونوا في ولاد كده واقفين حواليكي ولا عيل صغير، علشان برضو السمنة لا قدر الله ما تجيش على حد. وزي ما انتوا شايفين كده انا فضلت اقلب فيها شوية كده علشان اشرب بقى كده الدقيق من الإدام اللي انا حطيته. وهنا كيلو السمنة حلو جدا على 2 كيلو دقيق. انا كده هسيب العجينة تبرد خالص، وبعد كده ان شاء الله نشوفوها مع بعض ونشوف هنكمل ازاي. هنا معايا بقى بولة حطيت فيها 3 معالق من السكر، وحطيت معلقتين من الخميرة. وما نكترش طبعا في الخميرة، لان الخميرة لو انتي كترتي فيها بتخلي الكحكية الملامح بتاعتها بتروح. وكمان الكحك بعد ما نشكلوه نخمروه لا ما ينفعش. اول ما اشكل الكحك على طول صاج بصاج ادخله الفرن علشان تطلع معانا الكحكايه مظبوطه والمعموله النشا بتاعتها ما تروحش. لا بلاش يتخمر بعد ما تشكليه، بلاش خالص، لازم تخلصي كده صاج بصاج وتدخليه على الفرن. وهنا قعدت بس فيه كده في حدود 5 دقايق او 7 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلت بقى هنا بالخميره كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل باول كوبايه من الحليب، وهنا انا استعملت 2.25 بالظبط من الحليب. زي ما انتوا شايفين انا بحاول الم العجينة مش بعجن فيها، لان كتر العجين فيها بيخليها تنشف، ما بيبقاش الكحكاية ناعمة، ما بيبقاش الكحكاية حلوة حتى في الطعم، بتحسي ان الكحك هنا ناشف قوي. فلا احنا نحاول ان احنا نلم العجينة كده زي ما انتوا شايفين، بلاش تعجني فيها كتير علشان الكحك ما ينشفش. وهنا نزلت بكوبايتين من الحليب. وكمان عايزة اقول لكم خطوة مهمة، بلاش تكتروا من السوائل، لان السوائل بالذات برضو بتنشف الكحك. يعني اللي بينشف الكحك العجن كتير والسوائل الزيادة. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم الله اكبر، يعني طرية وجميلة جدا جدا. هنا سبته كده يتخمر نص ساعة، وبعد نص ساعة كان بالمنظر دوت. انا بصراحة ما قدرتش اعمل بقى وانا واقفة كده على الرخامة، قلت لا انا هقعد كده وهجيب الترابيزة زي ما انتوا شايفين كده. وقلت خلاص بقى كده وانا قاعدة اعمله بصراحة احسن من الوقف. عندك طبلية بقى اقعدي كده في الارض واعملي، مفيش زي عندي كده اقعدي كده وحطي ترابيزة وبسم الله ما شاء الله هتلاقي ولادك بيساعدوكي، هتبقى بجد حاجة ممتعة، حاجة جميلة جدا جدا. طبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا نحط نص معلقة من البيكنج باودر على الدقيق، بس انا والله نسيت ان انا اقولها بصراحة.
بس طبعا مش هننساها، بس بلاش برضو نكتر في الخميرة وفي البيكنج باودر، علشان الحاجات دي كترها بتخلي برضو ملامح الكحك مبقاش باين. زي ما انتوا شايفين كده اول معمولايه بقى باخدها كده وبنقشها بالمنظر دوت. طبعا الكحك فيه اشكال كتيره جدا ليه، بس بصراحه يعني انا ما عجبنيش الا المنقاش. حسيت ان المنقاش نقشه جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى شكل المعمولايه اللهم بارك جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا عندي بصمات كتيره جدا، بس بصراحه ما عجبنيش الا المنقاش. فانا عملت برضو من ده وعملت من دوت ودوت، هتشوفوه معايا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها عامل ازاي، بجد شكلها جميل جدا جدا. هو طلع الكحك ده بجد تحفة وحلوة قوي للي بيعمل كمية. انا بصراحة عملت 2 كيلو وقلت كده جميل جدا جدا. للي حابب يعمل ازيد طبعا اللي هو بالسمنة المقدوحة ده بيكون احسن وكمان بيعيش معاكي اكتر، لكن اللي بيتعمل بالسمنة الباردة تحس ان هو ملهوش روح. يعني بالكتير قوي قوي كده نقوله 20 يوم، نقوله شهر، يوم ما نكتر نقوله شهر. ما ينفعش ان هو يقعد اكتر من كده، بتحس ان هو بينزل ايدامه، بتحس ان هو طعمه اتغير ازاي طبعا وهو لسه معمول. وهنا حبيت ان انا اعمل معاكم برضو رسمة تانية. انا جبت هنا حتة من العجينة كده ورحت واخداها كده بالقطاعة، ورحت مقطعاها كده زي وردة صغيرة، وزي ما انتوا شايفين حطيتها كده على الوش. انا عايزه اقول لكم عشان انا بعمل في اوضه ولادي الاضاءه فيها مش جامده، رغم ان يعني النجفه فيها 3 لمض كبار، بس حاسه ان الاضاءه برضو مش حلوه غير المطبخ. فهنا زي ما انتوا شايفين كده يمكن يكون شكلها باين كمان وواضح معاكم اهو. بصراحه جميله جدا جدا، الرسمه طلعت حلوه قوي. وهنا هنعمل برضو شكل تالت كده. انا عندي برضو البصمه دي حبيت ان انا احط فيها كيس عشان اسهل على نفسي، لاني طبعا البصمه دي تحسوا ان هي لما تيجي تحطوا فيها العجينه تيجي تطلعيها بتعمل صوت على الترابيزه جامد. وبصراحه اليوم ده كنت فاصله خالص من التعب، فقلت لا خليني اعمل بالكيس كده علشان اسهل عليا برضو. وده شكل رابع كده برضو زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بصوا بقى انا بعمل ايه، بجيب حتة عجينة كده صغيرة، وزي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ان انا ادوس عليها كده بالقطاعة، وبعد كده بقطعها كده بقمع صغير. وبصوا شكل الوردية عامل ازاي، والله شكلها كيوت كده وجميلة. انا بقى اخدها كده احطها زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده بالمنظر دوت كده، احطها على العجينة. انا عايزاها تدي كشكل بس عشان لما اجي انقش بالمنقاش تدي بس رسمة كده حلوة. بصوا المنظر، لازم تفننوا كده برضو، لازم ايه يعني تجددوا تغيروا كده في الشكل. مش هنعمل بقى المعمول والكحك اللي هو كنا بنعمله طول عمرنا، لا احنا بنحب نجدد برضو في رسومات وكده. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك كانت جميلة جدا جدا، وطريقتها بسيطة جدا وسهلة، وشكلها في الاخر بيبقى بجد تحفة. عملنا كذا شكل كده برضو من الكحك، شايفين منظرها. وزي ما انتوا شايفين بقى عندنا بصامة عملنا بيها كده، عندنا كده القطعات البلاستيك دي عملنا بيها، عملنا برضو متيول كده. ويلا بينا هنا بقى نعمل الكحك كده. بفرد العجينة طبعا وبعد كده بحط فيها بقى العجوة او الملبن. طبعا العجوة والملبن احنا لسه منزلناش بالفيديوهات بتاعتها، برضو عملناها فيديو. وفي طبعا من السنة اللي فاتت كنت برضو عاملة طريقة الملبن والعجوة. زي ما انتوا شايفين كده الكحك بيتلف بمنتهى السهولة، وبالمنقاش بقى زي ما انتوا شايفين كده، وننقش واحدة واحدة علشان الرسمة تفضل معاكي كده، الرسمة كده ايه باينة وواضحة، ولما تدخليها الفرن وتطلعيها تفضل زي ما هي. بصوا شكل الكحكاية قمر ازاي. دخلت الفرن على درجة حرارة 170، مجرد ما جاب لون اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده، لقيت ما شاء الله لونه من تحت بدأ ان هو يتحمر. ولعتله الشواية وقفت قدامه وكان بالمنظر دوت. بسم الله ما شاء الله من 2 كيلو دقيق عملنا الكمية اللي انتوا شايفينها دي اللهم بارك، جميل جدا جدا. عايزة اقول لكم بجد قالب ريحة الشقة، لان كلنا عارفين الكحك والبسكوت والحاجات دي بتبقى عطشة ريحة جامدة قوي
في قلب الشقة. بصوا ما شاء الله التسوية واللون ما شاء الله جميل جدا جدا. هنا عملت بس طبق كده كحك ومعمول بس بالسكر، لان الباقي انا مش هحط له سكر من دلوقتي. انا بس كده حطيت طبق كده برضو علشان التقديم وعلشان التصوير، وقلت خليه بقى الولاد بألف هنا يا رب ياكلوه. والباقي بقى بحطه في قلب حلة. بس قبل ما بحطه في قلب حلة بجيب كيسة نظيفة كده كبيرة وبرصه فيها، وبعد كده بغطيه، وبسم الله ما شاء الله بيفضل لاخر واحدة. ما شاء الله الطعم جميل جدا جدا وبيبقى مظبوط كده، مفيش اي حاجة تدخله ولا اي حاجة. شايفين اللون ما شاء الله عامل ازاي؟ بجد حاجة جميلة جدا جدا، والطريقة بسيطة وسهلة زي ما انتوا شفتوا معايا. واللي مش حابب يحط في حلة وعنده علب يحط. بس خطوة مهمة جدا جدا انك تحطي كيس وتحطي فيه الكحكة او المعمول او البسكوت او اي حاجة عايزة تشيليها ان شاء الله باذن الله للعيد، تحفظيها كده جوه كيسة وجوه حاجة مقفولة علشان يفضل معاكي من اول ما بتعملي لحد ما بتخلصيه وهو على طعم واحد. الطعم ما بيتغيرش ولا اي حاجة. وبصوا كده الكحك عامل ازاي معانا، تحفة بجد. وده كان فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.